جالاتا سراي يدخل مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بعد أن حقق نتائج رائعة محليا، حيث انتصر في جميع مبارياته السبعة الأخيرة في الدوري التركي محققا 21 نقطة كاملة. هذا الأداء يعكس قوة الفريق محليا، لكن دوري الأبطال يختلف تماما، ويظهر ذلك من خلال خسارته في الجولة الأولى أمام أينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف واحد، وهي نتيجة صعبة أثبتت أن الفريق يحتاج للكثير من العمل أمام الفرق الكبرى أوروبيا. تشكيلة جالاتا سراي قوية، حيث يضم الفريق لاعبين بارزين مثل فيكتور أوسيمين، مورو إيكاردي، ألفارو موراتا، لوروي ساني، إلكاي غوندوغان والكثير من النجوم، ما يمنح الفريق القدرة على المنافسة محليا، لكن يحتاج إلى تكتيك أفضل أمام الفرق الأوروبية القوية. في المقابل ليفربول يدخل المباراة بعد سلسلة من المباريات الصعبة في دوري الأبطال، لكن تمكن من الفوز بصعوبة في الجولة اللي كانت الجولة الأولى ب3 أهداف مقابل هدفين أمام أتلتيك مدريد، ما يظهر صلابة الفريق وقدرته على الفوز تحت الضغط. عودة النجوم الأساسيين مثل ألكسندر إيزاك وبقية اللاعبين الجدد تمنح الفريق توازنا كبيرا في الخطوط الأمامية والدفاعية، رغم الهزيمة المفاجئة أمام كريستال بالاس في الدوري، والتي أثارت بعض التساؤلات حول تركيز الفريق الدفاعي. الجماهير تترقب أداء محمد صلاح، وهل سيتمكن من تسجيل هدفه المقبل في دوري الأبطال. المباراة تبدو صعبة على جالاتا سراي، لكن الخبرة الأوروبية والتوازن الفني يجعل ليفربول المرشح الأقوى للفوز، ومن المتوقع أن تنتهي المباراة ب3 أهداف مقابل هدف واحد، وسوف يسجل صلاح. هذا توقعي الشخصي.